انا كمستاجر طالما دفعت مبلغ كبير في الاول يبقى انا كده ايجار قديم، وانا ساكن من 20 سنه يبقى كده خلاص العقد بقى قانون قديم. الناس متخيله ان كلمه مشاهره دي في العقد معناها ان العقد ممتد تلقائيا او انه خاضع لقانون الايجار القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مرة بنتكلم فيها عن قانون الإيجار القديم بنكتشف قد إيه في مفاهيم مش واضحة وأسئلة بتتكرر من ناس كتير، والسؤال اللي بقى شبه يومي في التعليقات والرسائل هو التعديلات اللي بتحصل دلوقتي هل هي تشمل العقود اللي اتعملت بعد سنة 96؟ والسؤال ده بسيط في شكله لكن وراه مشاكل أسرية وقانونية حقيقية ومواقف يومية بتحصل في الشارع وبتسبب أزمات نفسية واجتماعية وقانونية لبعض الناس بسبب عدم الاستيعاب للمعلومة القانونية الصحيحة. وعشان كده خصصنا الفيديو ده عشان نجاوب عليه وغيره من الأسئلة بشكل واضح وهادي وبالمستند والدليل، مش بس بالكلام والرغي بدون أي هدف موضوعي. في فقرتنا الأولى في هذا الفيديو هنتكلم عن الفرق بين العقود قبل وبعد سنة 1996، ولازم نبدأ من نقطة الفصل في الإجابة. احنا عندنا نوعين من عقود الإيجار: عقود اتعملت قبل 30 يناير سنة 1996 دي بنسميها عقود الإيجار القديم، وفي عقود تانية اتعملت بعد التاريخ ده ودي بتقع تحت بند او تحت تعريف الايجار الجديد. طيب ليه التاريخ ده بالذات؟ التاريخ ده بالذات علشان القانون رقم 4 لسنه 96 صدر في الوقت ده، واللي نص على ان العقود اللي تتحرر بعده تخضع للقانون المدني مش لقانون الايجار القديم. وده معناه ان اي عقد اتكتب بعد 30 1 96 هو عقد ايجار جديد مهما كانت المده المكتوبه فيه ومهما كان مكتوب فيه مشاهره او 59 سنه او حتى مدى الحياه. فالعبره مش بالصياغه، العبره بتاريخ التوقيع على العقد. وننتقل مع حضراتكم للفقره الثانيه من هذا الفيديو وهنتكلم فيها عن ان المدة المكتوبة لا تساوي حماية. ناس كتير جدا فاكرة ان لو العقد مكتوب فيه 59 سنة يبقى كده خلاص هو ايجار قديم ومحمي بموجب القانون. الاجابة الواضحة هنا لا، مش بالمفهوم ده بالظبط. هي الحماية بيتم تقريرها على اساس الالتزام اللي اتفق عليه الطرفين. مدة العقد حتى لو طويلة جدا مش هي اللي بتحدد نوع العقد ده، اللي بيحدد نوع العقد ده هو تاريخ التوقيع عليه. وزي ما قلنا لو اتكتب بعد 30 يناير سنة 1996 يبقى ده عقد إيجار جديد ويسري عليه القانون المدني والعقد فيه شريعة المتعاقدين، وبالتالي بينتهي بانتهاء مدته ومفيش امتداد تلقائي ولا حماية قانونية من النوع اللي كنا بنشوفه في عقود الإيجار القديمة. وننتقل مع حضراتكم للفقرة الثالثة من هذا الفيديو اللي هنتكلم فيها عن ما يخص العقود المشاهرة. خلينا أوضح نقطة من أهم النقط اللي فيها لبس بين الناس: العقود المشاهرة. الناس متخيلة ان كلمة مشاهرة دي في العقد معناها ان العقد ممتد تلقائيا او انه خاضع لقانون الايجار القديم، وده كمان مفهوم غلط لانه كلام مش صحيح على اطلاقه. في فرق كبير بين عقد مشاهرة مكتوب قبل سنة 96 وده فعلا بينطبق عليه قانون الايجار القديم وهو ممتد المفترض كان مدى الحياة. اما عقد المشاهرة المكتوب بعد سنة 1996 ده في القانون عقد مدته شهر واحد فقط وبيتجدد برغبة المالك، يعني المالك يقدر في اي وقت يقول للمستأجر انتهى الايجار وتفضل حضرتك سيب الشقه لو سمحت، او يرفع دعوى قضائيه وياخد حكم بالطرد من الوحده الايجاريه اللي هو مأجرها للمستاجر موجب حكم قضائي. يعني ببساطه كلمه مشاهره مش حمايه للمستاجر او بتحسم الموقف الخاص بيك، اللي بيحميك او بيحسم موقفك القانوني هو تاريخ العقد قبل ولا بعد سنة 96. وننتقل مع حضراتكم للفقرة الرابعة من هذا الفيديو هنتكلم فيها عن أمثلة عملية واقعية حصلت على أرض الواقع، وده في مثالين هوضحهم لحضراتكم. المثال الأول هو الأستاذ سامي، وهو أحد المتابعين الأعزاء اللي بتشرف بيه على القناة. كان معاه عقد إيجار مكتوب سنة 2002 ومكتوب فيه إن العقد ده مشاهرة. هو كان متصور ان العقد ده ممتد ومفيش حد يقدر يطلعه من الشقه، لكن الحقيقه اللي وضحتها له بعد ما اطلعت على المستندات بشكل مباشر وشرفني في مكتبي ان العقد ده مدته القانونيه طبقا لما مذكور فيه هي شهر واحد وبيتجدد برغبه المالك. يعني لو المالك حب يطلعه في اي وقت او حب ينهي العقد بعد مرور شهر واحد القانون معاه وممكن يخرجه عادي جدا من الشقه. مثال تاني: الاستاذه خلينا نقول مثلا عقدها من سنه 87 مكتوب مشاهره وساكنه هي واولادها. لما بعتت لنا وضحنا لها ان العقد بتاعها ينطبق عليه مصطلح ايجار قديم، والتعديلات المثاره مؤخرا او المعروضه على السيد رئيس الجمهوريه ومنتظرين موافقته او اعتراضه عليها مشموله بهذا التعاقد الخاص بالاستاذه هي. هننتقل مع حضراتكم للفقره الخامسه من الفيديو ده وهنقول لحضراتكم عن اشهر الاخطاء او الاخطاء اللي الناس بترددها بشكل يومي وتتلخص في الجمل الاتيه. الجمله الاولى: العقد 59 سنه يبقى ايجار قديم، وده طبعا مصطلح خطا. الجمله الثانيه: انا كمستاجر طالما دفعت مبلغ كبير في الاول يبقى انا كده ايجار قديم، خطا. الجمله الثالثه: العقد مكتوب مشاهره، يعني انا كده
العقد ممتد ليا تلقائيا. غلط. الجملة الرابعة يقول لي أحدهم أنا ساكن من 20 سنة، يبقى كده خلاص العقد بقى قانون قديم. برضو الجملة دي غلط. كل الجمل اللي قلتها لحضراتكم دي غير صحيحة، والعبرة الوحيدة في القانون هي تاريخ تحرير العقد، وده طبقا للنص القانوني الصريح. وخلونا كده نرجع للنص نفسه. القانون رقم 4 لسنة 96 نص في مواده على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون المستأجر حق البقاء فيها. يعني أي عقد إيجار اتحرر بعد 30 يناير 96 أصبح خاضع لأحكام القانون المدني مش لقانون الإيجار القديم، وده يشمل حتى العقود اللي مكتوب فيها مشاهرة أو مدة طويلة. وفي النهاية لو حضرتك مش متأكد من نوع عقدك أو محتاج تتأكد إذا كان من الفئات اللي بينطبق عليها التعديلات الجديدة أو لأ، ابعت لنا بدون تردد في التعليقات البيانات الآتية: أولا تاريخ تحرير عقدك، ثانيا نوعه سواء مشاهرة أو محدد المدة أو شفهي، رقم 3 وضح لنا المدة اللي مكتوبة في عقدك وهنرد عليك، أو لو أسئلة متكررة ممكن نخصص ليها فيديو منفصل. وفي الختام حابب أكد لحضراتكم إن الهدف من الفيديو ده مش بس إنك تعرف إذا كان عقدك بينطبق عليه القانون الجديد أو لأ. الهدف الأهم من الفيديو اللي بقدمه لحضراتكم النهاردة هو إن يكون كل واحد فاهم وضعه القانوني بشكل صحيح عشان يتصرف وهو مطمن ويكون فاهم هو بيعمل ايه، وبعيد عن الاجتهادات او الكلام المنتشر اللي ما فيهوش اي سند قانوني. لو انت لقيت ان الشرح ده وضح لك الصوره او خلاك تعيد التفكير في عقدك، شاركه مع اللي حواليك، لان الناس كتير جدا محتاجه تعرف المعلومه القانونيه بشكلها الصحيح، ويهمها تعرف المعلومه دي من متخصص بشكل موضوعي عشان تتصرف بشكل صحيح. نسال الله العلي القدير ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وفي امان الله.